اكتشاف إن ابنكم بيجرب السجاير أو أي حاجة غلط هي لحظة انهيار لأي أب وأم، بس السرعة في رد الفعل العنيف بيخلي ابنك يلعب معاكي لعبة الاستغماية مش مرحلة التبطيل. إزاي بقى تتعاملوا بذكاء مع الموقف؟ التجربة في سن المراهقة غالباً بتبدأ بالفضول أو ضغط من الصحاب. المنع بالخوف لوحده ما بيحوقش لأنكم مش معاهم في كل مكان. الحل في بناء قناعة داخلية. امتصاص الصدمة، لو عرفتوا اقعدوا واتكلموا معاه بهدوء واسألوه ايه اللي خلاك تجرب؟ هل هي مجرد فضول ولا هو ضغط عليه؟ لما يحس انكم مش اعداء هيسمع نصيحتكم. ابنك في سن المراهقة بيهتم بصورته، اشرحوا له ان التدخين بيأثر على نفسه في الرياضة، على ريحة لبسه، وعلى استقلاليته انه بقى عبد للسيجارة. بلاش المحاضرات الطويلة واستخدموا الحقائق العلمية. احنا بنخاف عليك، جسمك ده أمانة. خليه يشوف نماذج حقيقية لناس صحتهم اتأثرت بسبب العادات دي. شجعوهم جدا في الرياضة. الرياضي الحقيقي بيخاف على نفسه وعلى مجهوده اللي بيبذله في التمرين. خلي الرياضة هي الفرامل اللي بتمنعه من أي تجربة غلط.